مساء الخير، خلينا نبدأ بتحليل ال EGX30 عموما عشان نعرف الفترة الجاية اتجاه العملة للبورصة هيكون عامل ازاي بكسر المنطقة اللي احنا معلمين عليها دي اللي هي 30.7. هيحصل صعود بعدها قوي ان شاء الله. التيكر بتاعنا بيكون مكتوب من تحت اهو عشان الناس اللي عايز تشوف، وده الفريم الصغير اللي احنا هنحلل عليه. احنا بنحلل عادة بنبص على الاتجاه العام الكبير ثم الصغير عشان نعرف المدى القريب هيحصل فيه ايه. الأسعار مكتوبة عندنا هتلاقيها موجودة على اليمين هنا، والبرنامج اللي احنا بنحلل عليه اسمه تريدنج فيو. هيظهر لك فيديو فوق دلوقتي، تقدر تدوس عليه وتتفرج عشان تعرف ازاي بنحلل على البرنامج ده وازاي بنستخدمه عموما يعني. طيب خلينا نشوف الطلبات اللي الناس طلبتها مننا. احنا بناخد يوم الاثنين، دايما بنجمع طول الاسبوع طلبات الناس اللي بتجيلي في الكومنتس، الاسهم اللي هم قلقانين منها او اللي عندهم مشاكل فيها، وبناخد الكومنتس دي كلها وبنعمل بيها فيديو مجمع يوم الاثنين اللي هو زي النهارده، بحيث الناس تعرف الاسهم اللي ممكن تعترض بيها او لا. وده بيكون رأي تحليل فني مش رأي شخصي ومش توصية مباشرة، احنا بس بنحاول نساعد الناس في فهم السوق. تعالوا نبص على اي فاينانس، هنلاقي ان هو الاتجاه العام بتاعه على الفريم اليومي صاعد، ولو جينا بصينا على فريم الساعة هنلاقي في عندنا قناة سعرية هابطة. القناة دي اللي عايز يشتري هنستنى كسر القناة دي أو خروج السعر بره القناة دي، وتأكيد الإشارة بيكون بكسر القمة الأخيرة. يعني لو أنا عندي دي القمة الأخيرة يفضل أستنى كمان السعر يخرج بره القناة ويكسر منطقة سعر 23.5 أو حوالي 23.5. يكسر منطقة سعر 23.5، هتلاقي إن أنت عندك فيه صعود قوي إن شاء الله. هنستهدف فيها في التوقيت ده لحد سعر 26. ده بالنسبة لإي فاينانس. المطورون العرب برضو كالعادة هنفتح الفريم الكبير الأول، هنلاقي إن الاتجاه العام برضو صاعد. كان عندي فيه هنا الهبوط ده، وبعد كده السعر بدأ إن هو يصحح وكسر الكلام ده. فندخل على الفريم الأصغر شوية، نخش على فريم الساعة. برضو هننتظر كسر الجزء الهابط القوي اللي عندنا ده، المنطقة دي كده نستنى كسرها إلى صعود. ساعتها نقدر نقول إن السعر ممكن ينطلق معانا للصعود مرة أخرى ويوصل لحد مثلا 50 قرش أو حاجة، بس أنا ما أفضلش يعني الشراء مستعجل دلوقتي. اللي عايز يحتفظ بيه طالما ما كسرليش المنطقة السفلية اللي هنا دي اللي هي 35 قرش أو 33 قرش، خلاص خليك خليك منتظم، مفيش مشكلة. يعني المهم إن أنا عندي السعر ما كسرليش المنطقة دي. نبدأ نتكلم إن إحنا نقلق شوية لو نزل عن 33 قرش أو عن المنطقة السعرية اللي هنا، لكن حتى الآن بالنسبة لي هو صاعد. نشوف اللي بعده، القاهرة هاوسنج. نفتح برضو الفريم الكبير كالعادة، محتاجين فريم أكبر شوية يوضح لنا الرؤية. برضو اتجاه عام صاعد، وعندي قناة حلوة أوي هنا. القناة دي ممكن السعر ينزل حاجة بسيطة لحد ما يصطدم بأرضية القناة دي وبعد كده يكمل صعوده، ولكن هو ممتاز يعني. يعني اللي شاري أنا شايف إن هو يحتفظ، واللي عايز يشتري ينتظر شوية لما السعر يخلص القناة الهابطة اللي عندنا هنا اللي هي القناة دي. نشوف كده. ده انا ما اشتريش حاجة طايرة في الهوا كده، يعني انا بالنسبة لي لا، انا ما ده مش مديني اي اشارات احلل على اساسها. يعني ده يرجع لحد تحليل، يكون تحليل مالي يقدر يتكلم معاك. هو عموما كتحليل فني هو صاعد، ولكن بالنسبة لي انا مش قادر احدد، لان انا عشان احلل فنيا لازم يكون عندي اشارات صعود وهبوط وكلام من ده عشان اقدر اشوف السلوك السعري، لكن ده انا مش شايف ان فيه اي سلوك سعري اقدر ابني عليه كلامي. ICFC انا شايف ان هو صاعد بقوة الفترة الجاية، صاعد يعني انا شايف ان هو منطقة شراء دلوقتي. نخش على ELEC. اعتقد هيكون فيه هبوط شوية الفترة الجاية لحد فين، لحد ما يصطدم السعر بالمنطقة. خلينا بس نرسم القناة الاول كده.
نفتح فريم أصغر. أنا شايف إن الاتجاه العام صاعد، ولكن أنا دلوقتي في منطقة عرضية أقلق منها شويتين، لأن ممكن بكسرها الأسفل يحصل هبوط. فأنا شايف إن احنا لو هتشتري تنتظر إن السعر يكسر معاك 33، لأن وارد إن يحصل هبوط. الهبوط لو حصل هيكون تقريبا قد المسافة دي كتحليل بناء على التحليل الفني، يعني ممكن يوصل لحد سعر 42. يعني أنا شايف إنك استنى، لو هتشتري استنى لما يحصل صعود أو كسر المنطقة 33. HDBK صاعد الفترة الجاية، قناة سعرية صاعدة، وده توقيت شراء ممتاز من وجهة نظري. ففي صعود الفترة الجاية لحد فين؟ المفروض إن احنا نستهدف منطقة 50، ده يعني أقل حاجة. IFAP برضو هيحصل هبوط بسيط قوي، وبعد كده هيحصل صعود، لأن أنا عندي السعر كان عندي هنا. خلينا نبص كده، كان ماشي بالشكل ده، بدأ بعد كده يحول مساره لفوق، كسر القمة دي، بعد كده بدأ يحول مساره لمسار صاعد. حتى لو حصل هبوط هيبقى آخرك بنسبة كبيرة لحد منطقة سعر 14 مثلا أو 13.80، وبعد كده يرجع يرتد تاني لصعود. يوصل الصعود معايا لحد فين؟ هيكون حد أدنى لحد سعر 20. جدوى اتجاه عام صاعد، ممكن تستنى لما برضو. شايف إن أغلب الأسهم النهاردة فيها انتظار، تستنى لما يكسر برضو السعر عندي القناة دي، وممكن تستهدف ساعتها 6.50. لكن هو برضو في تحضير لصعود، وممكن يعدي 6.50 كمان، لأن أنا شايفه جاي من قناة كبيرة هنا اهي. بصوا القناة السعرية دي في قناة هنا، فالسعر ممكن يعدي 6.50 كمان، يعني ممكن يوصل لحد 7. فاستنى بس كسر القناة دي عشان تتأكد ان هو خلص منطقة الهبوط الصغيرة اللي عندنا هنا دي. وخليني ابينها لك على فريم اصغر شوية عشان تبقى الدنيا واضحة. بص هو السعر دلوقتي لحد دلوقتي هو على الفريم الصغير او على المدى القصير هو عمال يهبط، فاحنا مش عارفين هيهبط لحد فين، ولكن الاتجاه العام صاعد، فلازم نستنى ما يخلص الهبوط بتاعه. انا عايز الناس تتفرج على باقي الفيديوهات اللي عندي، علشان الاساس عندي تعليمي ان انت تقدر تفهم احنا بنحلل ازاي. فالموضوع مش بس انك تاخد السهم اللي انت عايزه وخلاص، لا انا عايزك تفهم احنا بنفكر ازاي كتحليل فني. هنا ده يقلق شويتين برضو، ده بالنسبة لي عرضي، لازم استنى اما يخلص الكلام ده كل اللي هو فيه ده، لازم يخرج براه عشان نقدر نقول ان هو صعود. حتى الان الاتجاه العام صاعد ولكن المحير في الموضوع ان السعر عندك بص بيعمل ايه، بيلف. ممكن القيمة او التسعير بتاعي بيضعف، العمليات اللي بتتم بتضعف هنا. نشوف كيمة عندنا احنا كنا راسمين له قناة اهو صاعد، وكنا راسمين له الوتد اللي احنا شايفينه ده. خليني اشخبط لك كده عليه عشان تشوفه. شايفين الوتد ده؟ كنا قايلين ان هو بكسره هيحصل صعود عندنا، وبالفعل حصل الكسر، وبعد كده عمل تصحيح، وبعد كده عمل صعود. انا شايف ان هو الفترة الجاية صعود كويس جدا جدا جدا. هتستهدف على الأقل سعر 9.5، ده أقل حاجة. فقيمة من الأسهم الممتازة. العبوات الطبية برضو اتجاه عام صاعد ممتاز جدا جدا جدا، وممكن لو صبرت عليه شوية يوصل لحد 2.5. فهو حتى الآن هو بالنسبة لي اتجاه عام صاعد. خلينا نبص على الفريم الكبير اهو، ودايما السعر هو اللي بيقول مش احنا. يعني بص السعر هو اللي بيقول، السعر بيقول لك انا في اتجاه عام صاعد. المتوسطات السعريه اللي هو اللي بالاخضر ده، الخط الزجزاج ده، او الخط اللي هو المرن اللي معايا، خليني احاول اشاور لكم عليه. الخط ده كده ده المتوسط العام للسعر، فهو السعر بتاعي فوقه، فمعنى كده ان احنا في اتجاه عام صاعد. الفترة اللي جاية قد يصل معانا لحد سعر 3، وممكن يعدي التسعير ده كمان. ولكن مفيش مانع ان يحصل عندك شوية هبوط بسيط كده، بيبقى ده تصحيحات وده طبيعي، ما تقلقش منه. اسمنت سينا ده طاير في الهواء، انا ما بشتريش حاجه من فوق كده، لانك بتيجي تشتري تقول ايه ده صاعد، تيجي تشتري من فوق يخبط عليك. انا بالنسبه لي ما اشتريهوش في الوضع ده، وان كان عندي هو لا يخضع للتحليل الفني. بصوا مفيش عندي شرط، انا شايف شويه شموع حمراء كده جنب بعض، الحاجات دي ما بتبقاش تحليل فني يا جماعه، بتبقى تحليل مالي.
فبرضو بالنسبة للأسمنت سينا ارجع للتحليل المالي. ما تنسوش لو في أي أسهم أنت قلقان منها تكتبها لي تحت التعليق تحت الفيديو، وهنحللها لك يوم الاثنين الجاي إن شاء الله. وطول الأسبوع بننزل كل يوم سهم كده نمسك تحليله بالتفصيل، لأن احنا هنا في مجموعة الأسهم الكتيرة دي بناخد شوية وقت في تحليلها، فبيكون التحليل سريع شوية مش براحتنا أوي. ولكن على مدار الأسبوع بننزل كل يوم تقريبا سهم نبدأ نمسكه كتحليل كامل بداياته لحد ما احنا وصلنا لفين والفترة الجاية هيكون وضعه ايه. وما تنسانيش في لايك، وشكرا ليكم جدا.